لسه بيغل ولسه بيغيظه. عرفت دلوقتي بقى كابوس مين؟ ها، طالع امبارح بيضحك عليك. وبيضحك عليا، بس هو طب ما انا من الاول قايل ان هو كذاب وجعان. يعني انا، لكن انت بقى اللي ايه الجديد بقى، انه ايه عمال ياكلك انت كمان البلوزه بعد كل ده. لسه عايز يقنعني انه لحد اخر يوم ما كانش عارف انه رايح الاهلي، وهو ماضي قبلها بشهرين. لحد دلوقتي بيفهمني انه قعد يتمرن شهرين لوحده وهو مش عارف هو رايح فين. لحد دلوقتي كان بيقول انه كان رايح سفارة امريكا يطلع فيزة سياحة، ولا عشان مراته تولد هناك. اللي حلف بيها بالطلاق كذب، وحلف بحياة بنته كذب. وعايز بقى يقنعك ان هو مش سبب اللي انت فيه، مش سبب البلبلة اللي حصلت في اوضة اللبس. وعايز يقنعك ان هو لسه صفقة رابحة. وعايز يقنعك ان اللي بيحصل عندك ده مش هو السبب فيه، لا، ده هي ظروف الفرقة كلها. لا، ومش كده وبس، ده اصفر وبيلقح على زمايله وبيلقح على امام ان هو بيبص له في الفلوس، وده حقيقي. يعني هو ده واضح للجميع يعني. بس بيلقح يقول لك ان في لعيبه بتظهر في ماتشات كبيره بس. لقح على الشحات وبن شرقي. ادي العقليه اللي انت جبتها. ادي الراجل اللي ما انكرش ان انا كزملكاوي وانت كاهلاوي احنا الاتنين اتخدعنا فيه، فاكرين ان هو شخصيه بقى ومحترف وثابت وراسي. امبارح كان مهزوز جدا، مهزوز جدا، وعمال يقول اي كلام. ما كانش متوقع لانه كان رايح يجيب بطولات. فشايف ان هي وصلت بيه لفين. طالع في لقاء ملوش لازمه، مش وقته. وما احترمش حتى مشاعر جمهورك. واخد على عينه ومتبهدل طول السنه وتريقه، والفرقه بتخسر ومش شايفه. هو خلاص، ما دام جالي قرشين يا باشا من اللقاء ده انا طالع. ومسجلها من قبل اخر ماتش في الدوري بتاع المصري والاهلي وبتاع الزمالك وسيراميكا، لان هو دلوقتي في معسكر المنتخب. فطلع يقول لك موسم صفري حتى قبل ما البطوله تخلص. فنهايه يستحقها جدا. مش محترمك ما دام جاله قرشين. هو في الاخر عمل المصلحه عليك. قاعد بيضحك عليك وبيقول لك انا لسه لعيب صغير عنده 31 سنه. هو استشهد بمانشستر سيتي. قال لك لما سيف زاهر بيقول له اسوء ماتش لعبتوه السنه دي، قال له ماتش الترجي، مع ان الشوط الاول كنا مانشستر سيتي. ما دام انت متابع مانشستر سيتي، مانشستر سيتي امبارح اعلنوا ان برناردو سيلفا مش هيجدد معاهم عشان كبر في السن. جس وات، برناردو سيلفا قدك عنده 31 سنه، وانت لسه شايف نفسك صغير وفيك وبتعمل وبتسوي. انت لعيب، امكانياتك كانت محدوده، بس انت ظهرت في فتره لمعت فيها في الزمالك، واحنا كنا ناويين نعمل منك حاجه. وانت اللي قررت انك تجري ورا الفلوس. يا اللي بتضحك عليهم برضو بتقول انا ما جيتش الاهلي عشان الفلوس بس، هم رحت عشان ايه؟ يا ابني كفايه كدب بقى، اسلك بقى.